يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ومن الأدعية عند النوازل والفتن والخوف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، كما عند أبي داود والترمذي وأحمد. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. فإذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله، فلماذا التعلق بغير الله؟ لماذا التعلق بغير الله؟ ولماذا الخوف من الناس؟ وصلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أيها المسلم، لا يمكن للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغير الله. فاحفظ الله يحفظك، وردد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنها العناية الربانية إذا ركن إليها العبد صادقا مخلصا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار ويرى أقدام أعدائه على الباب، أي باب الغار، ويلتفت إلى صاحبه يقول: لا تحزن إن الله معنا. والأعجب من ذلك وهو مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه سوف يلبس سواري كسرى. هكذا الإيمان والاعتصام بالله. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا نزل به أمر أو أصابه غم لجأ إلى الله، نزل أو فزع إلى الصلاة يلجأ إلى الله، يشكو إلى الله ويناجي مولاه. إنها الثقة بالله عند الشدائد، فهو يأوي إلى ركن شديد. فيا من وقعت بشدة ارفع يديك إلى السماء وألح على الله بالدعاء، والله يعصمك من الناس. وإن كنت مظلوما فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، كما في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني كما في الصحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم البلايا وأشد الرزايا ما يصيب المسلمين في كل مكان من غزو واجتياح وتعديات ومظالم وفقر وتجويع، حتى أصاب بعض النفوس الضعيفة أصابها اليأس والقنوط والإحباط وفقدان الثقة والأمل. لماذا أيها الإخوة؟ أليس الأمر لله من قبل ومن بعد؟ أليس حسبنا الله وكفى بالله حسيبا؟ أليس الله بقادر؟ أليس هو الناصر وكفى بالله نصيرا؟ ألا يعلم الله مكرهم؟ ألم يقل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ أليس الله بكاف عبده؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألم يقل إنا كفيناك المستهزئين؟ ألم يقل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ معاشر الإخوة، اسمعوا وعوا وأعلنوا إن مصيبتنا ليست بقوة عدونا، إنما هي بضعف صلتنا بربنا وضعف ثقتنا وقلة اعتمادنا عليه. لنفتش في أنفسنا عند وقوعنا في الشدائد والمحن. أين الضراعة والشكوى لله؟ أين اللجاءة والمناجاة لله؟ ليس شيء أفضل عند الله من الدعاء، لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه. أيها المسلمون، نريد أن نتعلم فن الدعاء والتذلل والخضوع والبكاء
لنعترف بالفقر إليه، ولنظهر العجز والضعف بين يديه. أليس لنا في رسول الله قدوة؟ أليس لنا أسوة؟ أوذي أشد الأذى، وكذب أشد التكذيب، اتهم بعرضه، وخدشت كرامته، وطرد من بلده، عاش يتيما وافتقر، ومن شدة الجوع ربط على بطنه الحجر. قيل عنه كذاب وساحر ومجنون وشاعر. توضع العراقيل بطريقه، وسل الجزور على ظهره، يشج رأسه وتكسر ثنيته، يقتل عمه. جمعوا عليه الأحزاب وحاصروه، المشركون والمنافقون واليهود. يذهب إلى الطائف ليبلغ دعوته، فيقابل بالتكذيب والسب والشتم، ويطرد ويلاحق ويرمى بالحجارة. فماذا فعل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ أين ذهب؟ من يسأل؟ على من يشكو؟ إلى ذي الجبروت والملكوت، إلى القوي العزيز. أيها الإخوة، لماذا نشكو إلى الناس ونبث الضعف والهوان والهزيمة النفسية في مجالسنا، وننسى أو نتكاسل عن الشكوى لمن بيده الأمر من قبل ومن بعد؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. أليس فينا من يرفع يديه إلى الله في ظلمة الليل، يسجد ويركع، ينتحب إلى الله، يرفع الشكوى إلى الله؟ فلنشكو إلى الله ولنقوي الصلة بالله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.